جمهور النصر اللي يطالب بخروج رونالدو من الفريق ما يفهم كوره، وهذا الامر عرفناه بعد ريمونتادا الاتحاد على النصر، لانه بعد المباراه مباشره بعض من جمهور نادي النصر شلنا حمله ضد كريستيانو رونالدو، وخلوا الهاشتاج الاول في الشرق الاوسط خروج كريستيانو رونالدو من نادي النصر مطلب. واللي يطالب بخروج كريستيانو رونالدو ما يفهم كوره، وهذا الكلام مو انا اللي قلته، قالوا اسطوره من اساطير الدوري السعودي عبد الرزاق حمد الله في اخر تصريح، قال حمد الله من يطالب بخروج كريستيانو رونالدو ما يفهم كوره. حمد الله انت تطالب بخروج هداف الدوري، ايش تبغى يسوي اكثر؟ وقال اذا عندك مشكله في الفريق ما يتحملها المهاجم، انه خلاص المهاجم قاعد يؤدي دوره، ودوره هو تسجيل الاهداف، ومن طبيعه المهاجم انه يضيع فرص، فعمركم شفتوا مهاجم ما يضيع اهداف؟ مستحيل. بيليه يضيع، ومارادونا يضيع، وميسي يضيع، وكريستيانو يضيع. عمركم شفتوا جمهور نادي في العالم يطالب بخروج لاعبه وهو هداف الدوري؟ وعمركم شفتوا جمهور يطالب بخروج هداف ناديه في بطوله قاريه؟ يعني والله مستغرب من جمهور النصر، تمتلك افضل هداف تاريخ كره القدم، وهداف الدوري وعمره 40 سنه، واشهر شخصيه في العالم اللي يبيض وجهك امام العالم، وفي كل هذا تطالب بخروجه عشان كم فرصه ضيعها؟ يا اخي حدد العقل بما يعقل.